السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خديجة أم البنات. اليوم جيت نشارك معكم هاد التشيز كيك اللي بنكهات اللوتس، كيتكون من 3 ديال الطبقات. غادي ندوزو المقادير وطريقة التحضير، فبقاو معايا. كنحتاجو في الطبقة الأولى 150 غرام ديال الهيرنيس أو أي بسكويت، معلقة كبيرة ديال اللوتس، كريمة اللوتس أو زبدة اللوتس، معلقة كبيرة د الفول السوداني. كنطحنوا العناصر كاملين وكنلبسوهم الليمون ديالنا، اي مول بغيتو، سواء مربع سواء داير. كنلبسوهم كنضغطوا عليهم مزيان كما كتشوفوا. الطبقه الثانيه كنحتاجوا لها 150 غرام ديال الجبن جبلي، 150 غرام كريمه سائله، 60 مليلتر ديال الحليب دافي، معاهم 30 غرام ديال الجيلاتين. كنديروا هاد الكريمه ديالنا كنكبوها في هاد الاناء هذا، كنطلعوها مزيان حتى كتطلع، وكنزيدوا عليها الجبن وكنكملوا الطراب ديالنا. عاوتاني كنديروا الجيلاتين اللي عندنا مع الحليب، كنزيدوا نطربوا شويه، واحد نص تطريبه، ما كنطربوهاش بزاف. كنخويو الخليط ديالنا فوق الطبقه الاولى وكنقادوه مزيان، كنحطوه في الثلاجه. الطبقه الثالثه غنحتاجو 2 لافوكات، 2 معالق ديال كريمه الفستق كبارين، 120 مليلتر ديال الحليب، فيهم معلقه صغيره ديال الجيلاتين. غنحطو كلشي في الطراب الكهربائي. من بعد ما كنطحنوا العناصر كنصفيوها وكنخويوها على الخليط ديالنا الاول وكنرجعوها للثلاجه. للتزيين كندوبو في حمام مريم واحد 4 ديال المعالق ديال زبده اللوتس وكنخويهم على التشيز كيك ديالنا وكنرجعوهم للثلاجه مره ثانيه. من بعد ما برد التشيز كيك ديالنا كنخرجوه من الثلاجه وكنحيدوه من المول ديالو وكنديروه في اي طبق ديال التقديم كيف ما بغيتو. كما كتشوفوا راه عاقد وشاد راسو وكيجي رائع ما نقولكمش. كندير واحد شويه ديال كريم كراميل كنزين به الجنيبات، ومن بعد كندير بسكويت ديال اللوتس كندورو عاوتاني مع الجنيبات، كندير واحد الخطوط. وانا هنا زينت بالشكلاط وانتم لكم اختيار. وشكرا على المتابعة وشكرا على الدعم ديالكم. الى اللقاء، والله يجعلني نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم.